ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة كويسة. اهلا بيكم كلكم في قناتي. هنعمل ان شاء الله النهاردة مع بعض فراخ بصوص الباربيكيو وخضار سوتيه بتتبيلة مميزة قوي. لو متحمسين للوصفة اعملولي لايك ويلا على طول نبدأ مع بعض. اول حاجة هنبدأ بيها وهي الفراخ. جبت الفراخ بتاعتي، فصلت الجلد عن اللحم كده بالراحة وعملت فيها فتحات، نقلتها في طبق واسع. حط عليها معلقة كبيرة زيت زيتون وخليط من التوابل، ملح وفلفل اسود، زعتر، روزماري، بابريكا مدخنة وبودرة ثوم وبودرة بصل. لو مفيش بابريكا مدخنة ممكن نستخدم البابريكا العادية، بس المدخنة افضل. وحط عصير ليمون، والبطل معانا في التتبيلة دي هو الباربيكيو صوص. نحط منه معلقة كبيرة او معلقتين كده كبار، ده اللي هيدي الفراخ بتاعتي الطعم المميز قوي. واحط معلقة كبيرة كمان من دبس الرمان، واقلب المكونات دي كلها مع بعض ونسيبها كده ساعتين، او الافضل لو افتكرنا نعمل الحركة دي من بالليل. تعالوا نعمل الخضار السوتيه. اثناء الفراخ بتتبل هحتاج اي خليط من الخضار موجود عندي، والبطل في التتبيل هو الصويا صوص ومرقة خضار او فراخ. نيجي للتسوية، نجيب حلة نحط فيها مية سخنة تكون بتغلي وعليها شبكة، وبعدين نحط الخضار بتاعنا. احنا هنسوي الخضار على بخار المية، وهو الخضار ده عشان مجمد مش هياخد اي وقت في التسوية، هغطي عليه واسيبه بس 10 دقايق هيكون استوى. طب لو الخضار بتاعنا فريش عادي خالص نطلعه من التلاجة ونقطعه ونسويه برضو على بخار المية، بس هياخد وقت اطول ممكن لحد ساعة. كده بعد 10 دقايق الخضار بتاعي يكون استوى كده، معلهوش اي طعم. هشوحه بس عشان اديله طعم حلو. جبت طاسة حطيت فيها معلقة من زيت زيتون، ممكن سمنة ممكن زبدة، مكعب المرقة بتاعي ورشة زعتر وروزماري، بيدوا طعم مميز قوي قوي للخضار السوتيه. والبطل بتاعنا في تتبيل الخضار السوتيه هو الصويا صوص. الصويا صوص بيدي الخضار السوتيه طعم مميز جدا، شبه الخضار الصيني شوية. وهقلب المكونات دي كده مع بعض لحد ما مرقة الفراخ تدوب، وبس كده. بديل مرقة الفراخ مرقة فراخ فورية اللي هي الباودر، او مرقة الخضار، او اي خليط توابل احنا بنحب طعمه. انا محطتش ملح خالص لان الصويا صوص ومرقة الفراخ عليهم ملح، فمحتاجتش ان انا ازود اي ملح. بعد ساعتين الفراخ بتاعتي كانت اتبلت. هسويها طبعا زي ما متعودين ان انا بحب اسويها على شبكة تحتيها صينية كده يكون فيها مية سخنة تكون بتغلي، ولو في اي باقي من التتبيلة بحطها تحت في الصينية عشان البخار المية يطلع فيه ريحة كده من التتبيلة، واحطها في الفرن لمدة ساعة. اخدت علامات التحمير الجميلة دي، وبعدين خطوة اختيارية ان انا هولع فحمة واحط عليها شوية زيت كده تطلع البخار بتاعها، وبعدين هغطيها واسيب الفراخ بتاعتي ربع ساعة كده. كده الفراخ بتاعتي هتاخد طعم الشوي وكمان مع طعم الباربيكيو، فالفراخ هتاخد طعم مميز قوي من الباربيكيو صوص والشوي. وده كده شكلها تقريبا بعد ما سبتها ربع ساعة كده في الفحم، يديها ريحة لذيذة. التتبيلة واصلة لكل جزء من اجزاء الفراخ وده حاجة مهمة جدا، والفراخ مستوية قوي من جوه وليها طعم مميز قوي قوي. لو عجبتكم الوصفة هستنى رأيكم تحت في الكومنتس، ولو جربتوا الخضار بالطريقة اللي انا قلتلكوا عليها برضو قولولي. الخضار السوتيه بالطريقة دي بيبقى طعمه مميز جدا جدا فعلا، يعني من اكتر الطرق اللي انا بحب اكل بيها الخضار السوتيه. ولو لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي انا سعيدة قوي، ويلا اشوفكم على خير قريب، مع السلامة.